يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قلب واعي. حلقتنا النهاردة جميلة جدا ومهمة. عارفين ايه أكبر كذبة بنصدقها عن النجاح؟ هي إننا محتاجين خبطة حظ أو تغيير جذري عشان حياتنا تتشقلب. بنقعد نستنى اللحظة اللي هينزل فيها علينا الوحي ونبقى أشخاص تانية في يوم وليلة. بس الحقيقة اللي بتخوف هي إن العظمة ما بتجيش من 180 درجة، العظمة بتيجي من 1%. النهاردة في قلب واعي هقولك إزاي تغيير بسيط جدا أصغر مما نتخيل ممكن يخليك بعد سنة شخص مرعب في إنجازاته. اجهزوا عشان هنغير مفهومنا عن الصبر تماما. أول حاجة معانا هنتكلم عن فخ الكل أو لا شيء. احنا كشباب وبنات بنقع في فخ وحش قوي، هو اننا عايزين كل حاجة دلوقتي. عاوز اخس يبقى دايت قاسي و20 ساعة صيام، عاوز مثلا اقرأ يبقى اخلص كتاب في يومين. اللي بيحصل اننا بنحترق وبنتوقف بعد اسبوع. هنا بتيجي قاعدة 1%. القاعدة دي بتقولك ما تعملش مجهود جبار، اعمل مجهود تافه بس ما تبطلوش. لو اتحسنت في اي حاجة بتعملها بنسبة 1% كل يوم، في نهاية السنة هتكون احسن بمقدار 37 ضعف. رقم 2، سحر التراكم. تخيل معايا طيارة طالعة من القاهرة لنيويورك. لو الطيار غير مسار الطيارة بمقدار درجة واحدة بس في البداية ما فرقتش كتير، صح؟ بس بعد 10 ساعات طيران الدرجة الواحدة دي هتخليه يهبط في بلد تانية خالص. بالظبط ده اللي بيعمله 1% في حياتك. 1% مثلا في الرياضة مش انك تروح الجيم ساعتين، هو انك تلبس كوتشيك وتنزل تتمشى 10 دقايق بس كل يوم. ومثلا 1% في المذاكرة مش انك تذاكر 10 ساعات مرة واحدة، بس هو انك تذاكر ساعة واحدة بس بتركيز 100%. رقم 3، ليه 1% صعب؟ 1% صعب لسبب واحد، انه ما بيبانش في الاول. مثلا لو رحت الجيم يوم واحد وشفت نفسك في المراية مفيش حاجة اتغيرت، بس لو ذاكرت ساعة لغة لسه برضو مش هتعرف تتكلم اللغة اللي انت لسه متعلمها من ساعة دي. ده بنسميه وادي الإحباط. الناس بتبطل هنا لأنها مش شايفة نتيجة فورية، بس القلب الواعي هو اللي فاهم إن الجد بيتبنى تحت الأرض قبل ما الشجرة تظهر. انت مش محتاج حماس، انت محتاج نظام. دلوقتي هديكوا رشدة قلب واعي. طيب نطبق ده ازاي يا جماعة؟ أول حاجة قاعدة الدقيقتين. دقيقتين، اي عادة جديدة عاوز تبدأها ابدأها في دقيقتين بس. عاوز اقرأ صفحة واحدة بس فقط. رقم 2، صمم بيئتك. لو عايز تبطل تشتت ابعد عن الموبايل 1% من وقتك بس. رقم 3، ركز على الهواية مش النتيجة. ما تقولش انا عايز اخس، بس قول انا شخص رياضي. الشخص الرياضي هيعمل ايه دلوقتي؟ هيختار 1% الأصح. طيب الكلام اللي فات ده جميل جدا وزي الفل، بس خلينا نكون صرحاء مع بعض. لو الموضوع بالسهولة دي ليه مش كل الناس ناجحة؟ ليه بنبدأ أول يومين 1% وبعدين بنرجع 0%؟ الإجابة في كلمة واحدة وهي الفجوة. الفجوة بين المجهود اللي بنبذله والنتيجة اللي مستني تشوفها. احنا جيل اتعود على الاندومي، كل حاجة سريعة، بس النجاح الحقيقي اللي بجد تسويته هادية جدا. تاني حاجة معانا منطقة الخطر. عارف ايه اللي بيحصل؟ انت بتقرر تقرأ صفحة كل يوم. اول اسبوع مفيش حاجة اتغيرت، تاني اسبوع لسه مش حاسس برضو انك مثقف. هنا عقلك بيبدأ يشتغلك، يقولك يا عم فكك، الصفحة دي هي اللي هتعملك عالم، يعني ما تروح تتفرج على مسلسل احسن او افتح الموبايل وتفرج على اي حاجة.
في المرحلة دي انت في منطقة اسمها وادي الإحباط. 1% بيتحوش مش بيضيع، زي بالظبط قطعة التلج اللي بتحاول تسيحها. انت عمال تعلي الحرارة من -10 ل5 ل1. مفيش 100 نزلت، بس اول ما توصل لدرجة 1 درجة مئوية التلج بيسيح فجأة. هل الدرجة الأخيرة دي اللي سيحته؟ لا، كل الدرجات اللي فاتت دي كانت بتبني اللحظة دي. تالت حاجة، ارتباط العادات. عشان 1% ينجح معاك محتاج تضحك على عقلك بطريقة تراكم العادات. يعني ايه؟ يعني ما تسيبش 1% للصدفة، اربطه بحاجة انت كده كده بتعملها. مثال مثلا للبنات، بعد ما اغسل وش الصبح هي كده عادة موجودة اهي، هسمع 5 دقايق من البودكاست التعليمي، ده اسمه 1% الجديد. مثال مثلا للشباب، بعد ما اصلي العشاء هقرأ صفحة واحدة بس من الكتاب اللي مركون على كومودينو. انت هنا مش محتاج قوة إرادة جبارة، انت بتركب العادات الجديدة فوق عادة قديمة فبتمشي لوحدها اوتو بايلوت. رقم 4، البيئة أقوى من الإرادة. السر التاني اللي محدش بيقولهولك، 1% محتاج بيئة تساعده. لو عاوزة تقللي أكل سكر بنسبة 1% كل يوم بس درج مكتبك مليان شوكولاتة، إرادتك طبعا هتخونك. القلب الواعي هو اللي بيصمم حياته عشان تخدم أهدافه. لو عاوز تذاكر 1% زيادة، خلي مكتبك جاهز، الموبايل في أوضة تانية، وكتابك مفتوح على الصفحة اللي عليها الدور. سهل العادة لدرجة انك تتكسف ما تعملهاش. رقم 5، اسأل نفسك سؤال دلوقتي وانت بتسمعني، ايه الحاجة اللي انت خايف تبدأها عشان حاسس انها مشوار طويل؟ هل الجواز؟ هل الشغل؟ هل بناء جسم صحي؟ المشوار الطويل ده مش محتاج منك قفزة ثقة، لكنه محتاج منك خطوة نملة، خطوة واحدة صغيرة النهاردة وبكرة وبعده وبعده. وصلنا للمرحلة الأخيرة في رحلتنا النهاردة، وده الجزء اللي هنقفل فيه الدايرة ونربط سحر 1% بواقع حياتنا اليومية، ونفتح فيه مساحة للنقاش مع عائلة قلب واعي. أول نصيحة ذهبية هقولها لكم، قاعدة اليومين. طيب يا جماعة، احنا بشر وطبيعي جدا يمر علينا يوم نقع فيه، يوم كنت تعبان، يوم كان عندك ظروف، أو ببساطة يوم ما كانش عندك طاقة تعمل حتى 1% ده. هل كده الدنيا باظت؟ في قاعدة في قلب واعي بنحب نمشي عليها، اسمها قاعدة اليومين. مسموح لك تغيب يومين، بس ممنوع تغيب يومين ورا بعض. ليه؟ لأن اليوم الواحد غلطة، لكن اليومين بداية عادة جديدة في الكسل. لو وقعت النهاردة ارجع بكرة فورا، حتى لو ب0.5%. المهم ما تسيبش السلسلة تتقطع. وقبل ما نختم، جالي رسائل كتير منكم الفترة اللي فاتت بتسأل اعمل ايه لو كل اللي حواليا بيحبطوني وبيشوفوا ان اللي انا بعمله ده شيء تافه. بصراحة رأيي المتواضع، الناس مش بتشوف الجذور، الناس بتشوف الشجرة. ما تبذلش مجهود انك تقنعهم بخطواتك الصغيرة، ولكن ابهرهم بنتائجك الكبيرة بعد سنة من دلوقتي. استثمر في الصمت، وال1% كفيل انه يتكلم بالنيابة عنك. طيب، عشان ما تتوهوش مني، حلقة النهاردة كانت بتقولك 3 حاجات. التحسن البسيط المستمر أقوى من التغيير الجذري المنقطع. رقم 2، اربط عاداتك الجديدة بحاجات بتعملها أصلا عشان ما تبذلش مجهود إرادة كبير. رقم 3، حب الرحلة مش بس الوصول، لأن 1% هو اللي بيبني شخصيتك قبل ما بيبني نجاحك. أنا حقيقي فخورة بكل واحد فيكم كمل الحلقة دي للآخر. ده في حد ذاته وعي واستثمار في نفسك، مش أي حد بيقدر يعمله.
قبل ما تقفل الحلقة دي وتكمل يومك، عاوزاكوا تاخدوا نفس عميق وتقولوا لنفسكوا أنا مش محتاجة أكون مثالي عشان أبدأ، أنا محتاجة أبدأ عشان أكون أحسن. لو حابين نتكلم في موضوع معين الحلقة الجاية سيبولي اقتراحاتكم في التعليقات، أنا بقرأها بكل حب. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو لسه مشتركتوش، لأن ده 1% اللي بيساعدنا نستمر ونقدم محتوى يليق بيكم. شكرا ليكم وشكرا على استماعكم.